السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في اي حاجة النهاردة صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الاول صلي على النبي، ما تبقاش بخيل. النهاردة عرض على كورس الانقاذ مديناه لمدة 24 ساعة كمان. كنا نزلنا العرض ده من يومين وعملناه 48 ساعة، وفي طلبة كتير كلمتنا وطلبة كتير اشتركت وخدت الكتاب PDF وكل حاجة تمام. بس فاضل يوم كمان. في طلبة كتير طلبت مننا ان احنا نمد العرض، فطلبت مننا امبارح، فاحنا حبينا ننزل النهارده عرض لمدة 24 ساعة مديناه تاني على كورس الانقاذ. عرض ب199 جنيه، كورس مراجعة الانقاذ. تمام كده، بالتوفيق ان شاء الله، ربنا معاكم. كورس مراجعة الانقاذ 6 محاضرات. بعد كده هتحل امتحانات ثانوية عامة من 17 ل 24، او لو انت ازهر هتحل امتحانات من 17 ل 24 ازهر. وردنا على السؤال اللي قبل كده، هو المحاضرات كل محاضرة حوالي 5 ساعات. هو انا لسه هذاكر 30 ساعة؟ ولا يهمك خالص، كل محاضرة متقسمة جزئين، شرح نصها وحل. الشرح بيكون شرح نص المحاضرة شرح وتمارين بسيطة، يعني مثلا كل جزئية بنشرح عليها 4 5 أمثلة، كل جزئية 4 5 أمثلة. انت ووقتك لو حابب تاخد المحاضرة كاملة اوكي، مفيش مشاكل، واحنا عاملين لك خطة ونظام. طب انت ما عندكش وقت ومضغوط في المواد التانية، اسمع نص المحاضرة بس. يبقى ال6 محاضرات لو كاسرين ال30 ساعة انت تقدر تخلصهم في كام؟ في 15 ساعة بس. يعني كورس الإنقاذ تقدر تلم الفرنساوي من ساعة لحد 30 ساعة، تقدر تخلصه في يوم، في يومين، في 3 أيام. ولكن احنا عاملين لك خطة علشان ما تضغطش. لسه الفرنساوي لسه هتمتحن في شهر 6، مادة ب40 درجة انت مطالب تنجح فيها لو انت نظام جديد، علشان مادة نجاح وسقوط. بالتوفيق ان شاء الله. ولو انت نظام قديم فالكورس بالظبط معمول للنظام القديم، يعني هو طبق الاصل 24 هي 25. بس الفرق ان انت 24 عليك المادة ال40 درجة مضافة للمجموع، بالنسبة ال40 درجة في النظام الجديد مش مضافين للمجموع. اخر بقى سؤال ناس كتير سألت عليه اليومين اللي فاتوا من 3 4 ايام، المقالي. شكل الامتحان والمقالي فيه ولا مفيش، والاسئله عامله ازاي، والامتحان اتغير، طب المقالي اتشال، طب المقالي ما اتشالش. ان شاء الله خلال الاسبوع ده هننزل فيديو هيوضح الحاجات دي، وهنديك شكل الامتحان وهنوضح لك كل حاجه. هنقول لك ده شكل الامتحان اللي هيجي لك زي الكورس بالظبط، مفيش جديد، هيبقى اختلاف حاجه بسيطه، هيتشال حاجه بسيطه، هيتضاف حاجه بسيطه، وهنوضحها لك. وبالتوفيق ان شاء الله، ما تقلقش. المهم ذاكر وابدا النهارده اشترك في الكورس، وبالتوفيق وباي باي. السلام عليكم.